بدنا نشوف سفارة إسرائيل ببيروت. يا عيب الشو. نارا أنا لا أؤيد. بدنا نفتح له سفارة إسرائيلية ببيروت. إذا ما فتحوا لك تعالنا نحن بنيجي بنفتح لك سفارة إسرائيلية ببيروت. مش كل واحد لبس جرافات صار بيفهم، يمكن يكون بده ينربط بشي عمود. صرتوا تفكروا الذل شرف وكرامة وتعكسوا الحقائق، تيجوا بتقولوا عايش مشترك من بعد هيك كلام. انتوا ما شفت منكم المحبة. روحوا شوفوا الدرزي والسني والمسيحي عنا بالجنوب كيف عايش معنا مثل خينا واكثر من خينا. وانا شخصيا عندي هيك رفقة، والاضرب منه الاعلامي جو معلوف. يعني واذا اعلامي يعني انا حضرت الحلقة كل حدا بيعارضه بالرأي بيقطشوا عن الحكي، بلش يحكي بموضوع تاني. او لا في واحد جاب له تاريخ بيقول له لا شو بدي بالتاريخ، شو بدي بالخريطة. اذا انتوا مش ايشعين مشكلتكم. طبيعي اذا انتوا بتشتغلوا بالام تي في ما حتشوفوا هيك اخبار، ما هو ما بينحطوا عندكم اصلا. اما اذا حدا بوافق الرأي بيعطيه مجال يحكي من هلا لبكره، ما بيسكتوا. اوعى تكون فاكر مش عارف اللي بيدور ورا ظهري. هذا مش اعلامي، هذا صار عذرا على الحكي. جيب بعير انا هلا بيفهم بالاعلام اكثر. صار زمن الاعلام ضدنا، معنا بالبلد ضدنا، اكيد اسرائيل امريكا ضدنا واللي بأيدهم ضدنا وكتار ضدنا. وهذا الشيء معروف اصلا. نحن حنوصل على زمن اهل الحق حيكونوا كله، لكن كم من كل غلبة الكسرة. تنسوهاش لهالجملة. قبل ما نحن نعرف انه نحن معنا الحق، انتوا عارفين انه الحق معنا، بس انتوا مذلولين عايشين طول عمركم تحت اجره للامريكاني والاسرائيلي. تكرم عينه لهالشاب الالوان اللي طالع عم بيطالب بالسفاره الاسرائيليه. يعني ما حدا مانعك، فيك تحمل افتح فيسبوك، فيك تقدم طلب على الموساد، تقدم طلب على اي شيء، بيطلعوا قدام العالم كلها هودي الاعلانات. مع انه الدوله لازم تحجبهم، بس ما بعرف انا ليش الدوله مش حاجبيتهم. فيك تقدم طلب بياخذوك على تل ابيب وبتشرب بيره هونيك قد ما بدك، مش انت هيك بدك. بس انتبه ينزل صاروخ من عنا لعندك وينزل بنص وتقول